مساء الخير على كل مشاهدينا، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من قناة حكاوي مصر. أكد الإعلامي عمرو أديب أن اقتحام إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني يتضمن تهديدا صريحا للأمن القومي المصري، كما أنه يعارض الاتفاقيات المصرية. وأضاف عمرو أديب خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة MBC مصر أن ارتباط مصر بالوضع في غزة أمر لا مفر منه، ولا يمكن تجاهل ما يحدث هناك بأي حال من الأحوال. وأوضح أن اقتحام إسرائيل لمعبر رفح جعل مصر جزءا من المشكلة وليس فقط جزءا من الحل، مشيرا إلى أن الإدارة المصرية أكدت أن التحركات التي تتخذها لا تعني التغاضي عن أي تهديد للأمن القومي، وشدد على أن مصر لا يجب أن تبدو ضعيفة على هذا النحو، مؤكدا ضرورة إيصال رسالة تبعث على هذا المعنى وبشكل مباشر. وصرح قائلا بأن مصر تتأثر بشكل مباشر بالأحداث الراهنة، مشيرا إلى انخفاض حجم عبور السفن في قناة السويس، وبأن نحو 75% من السفن متوقفة عند مضيق باب المندب وغير قادرة على الحركة، في إشارة إلى العمليات التي تنفذها جماعة الحوثيين اليمنية في البحر الأحمر. وأكد أن دخول الدبابة الإسرائيلية وهي ترفع العلم لهذه المنطقة للمرة الأولى منذ 2500 هو أمر غير عادي، وبه الكثير من الضلف. ولفت إلى أن الخطوة الإسرائيلية أثارت غضب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، لافتا إلى أنه في مثل هذه المواقف يكون من المهم أن يتم تصدير حالة من الغضب ولا يمكن تجاهل ذلك الأمر. ونوه بأن تلك المنطقة ليست أرضا مصرية، لكنها منطقة ذات نفوذ مصرية، وهو ما يشعر به كل فلسطيني هناك، وأن التصريحات المصرية كانت واضحة من حيث الغضب في هذه الخطوة، لافتا إلى أن مصر قد تضطر لاستخدام القوة العسكرية وقد يكون ذلك على عدة مراحل. وألمح إلى أن الخطوة الإسرائيلية مثلت مفاجأة للكثيرين، موضحا أن تل أبيب تعتمد إجراء هذه الخطوة وسط المفاوضات لتعطيل هذا المسار. من فضلك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.